في يوم من الأيام نزل علو الشارع، كان هادئ وعلي ماشي وحط يده في جيبه بيبص حواليه. قولي أنا بحاول أعيش على الهادي، بس الدنيا مصممة تستفزني. ويجي واحد ماشي ويخبط فيه براحه ويقول آسف. علي يقوله ما فيش مشكله، ويقول لنفسه شك محترم أزقي فيها، أي لو كل الناس كده بدل شغل التكبر والبلطجة اللي بيحصل اليومين دول. هي دي الناس اللي مصبران على الدنيا. ويمشي علي يروح لكشك الحاج سيد بتاع العصير، ويقول علي بقولك أي يا حاج سيد عايز عصير؟ الحاج سيد يفصل ويقول ما فيش عصير. علي يفصل وبيبتسم ويقول أشطة ما فيش مشكلة. طب في ايه؟ الحاج سيد يقوله ما فيش. علي يلف ويقول لنفسه هي كده كملت، واليوم بان وبقى من أوله فل الفل. ويأخذ نفس عميق ويحاول يحل مشكلة بسيطة، مثلا يدفع حاجة ووقعها، ويقول لنفسه خد نفس على الهادي. افتكر انك واحد هادي بتعرف، تمسك نفسك. علي بيتكلم بحماس ويقول أنا هادي، أنا محدش هيقدر يستفزني، ومن كثر حماسه يتخطى. والحاجة تقع على الأرض فجأة، وعلي بيحاول يجمعها. والحاجة اتنطرت في كل مكان في الشارع. ويجي ميدو يدخل فجأة، وعلي يحاول يشرح الموقف، والحاج سيد من بعيد بيصوت ويزعق، وميدو بيقول لعلي مالك مكشر ليا؟ افرد وشك كده. فيرد علي ويقول الدنيا كلها جاية عليا، حتى كوبي العصير مش راضية بيع. ميدو ببرود عادي يعم فيها أي علي هو ايه اللي عادي أزقي عادي؟ ميدو ما هي الدنيا كده؟ علي يهمس داخلين به أن الكائن مستفز. ميدو متعود يسمع الكلمة دي كتير. فيجي الحاج سيد بصوت عالي يا ابني العصير خلص أصلا. علي خلص خلص، ولا أنت ما كنش عايز تبيع لي الحاج سيد يا ابني وكتاب الله خلص. علي يقول معلش يا حاج حقك عليا، أصل أن الضرد رديت رد بارد زي ميدو. ويمشي علي بعدما اليوم عملها ما عاده ومش عايز، وحالف ما يبتسمله انهار به. ويقف علي مرة واحدة ويقول ده يومي العادي. فتخيلوا يوم مش عادي، فاستنوا الحلقة الأولى من مسلسل يوم عادي.